السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هعمل لكم برضو اكلة سهلة كده وبسيطة. هي عبارة عن سمك بلطي. طبعا انا منضفاه كويس قوي وفتحاه اهو عشان هحشيه اهو. هنا برضو اهي. وده بلح البحر. بلح البحر ده طبعا هنضفه لسه اهو، بس جميل جدا جدا جدا، طعمه جميل قوي. ودي طبعا انا معايا بهارات اهو، ملح وكمون وفلفل وكزبره وفابريكا وسبع بهارات وتوم وفلفل وبابريكا. معايا برضو شبت وكزبره وبقدونس مفرومين اهو. ومعايا الجزر المفروم، وده بقى لسه هفرمهم في الكبه اهو. بصل وفلفل وطماطم، كل الحاجات دي هفرمها مع بعض في الكبه اهو معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الجزر كده، بسم الله. وهحط برضو البقدونس اهو. واحط برضو الفلفل مع البصل مع الطماطم اهو. بسم الله. وجميع البهارات اهي اللي انا قلت لكم عليها اهي برضو معاه. هفرمها في الكبه اهي. هفرمها يا حبايبي في الكبه معاكم اهو. بسم الله. لما اتفرمت كله مع بعضه، الجزر مع الكزبره مع البقدونس مع البهارات، مع كله على بعضه يعني، وتتفرموا هتشوفوها. طبعا انا منضفه السمكتين اهو زي الفل اهو. التانية برضه اهي. احشيهم بقى بالخلطه اللي انا عاملاها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو السمك اهو بعد ما حشيته اهو. طبعا نفس التتبيله اللي انا عاملاها دي هعملها برضو ببلح البحر حوالين السمكه، بس هنضفه وارجع لكم. احيانا بلح البحر اهو. هو مفيش بس اللي هتشيل دي اهي. دي بس اهي، وهي جميله جدا وزي الفل اهي. بس هنشيل دي ونغسله غسيل كويس ونحشيه زي ما حشينا السمك. نضفتها وخلاها زي الفل اهو. معرفش بقى انتوا شايفين البطروخ اللي فيها ده ولا لا؟ شايفينه زي الفل اهو. والبطروخ فيها قد ايه جميل 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 قوي. برضو هحشيها زي ما حشيت السمكه اهي. اهي كده جنب السمك، هرسته جنب السمك كده وارجع لكم.
طبعا لازم يتفتح كويس قوي ويتغسل كويس قوي علشان في حاجه كده جوه اهو، اللي هي دي اهي. شايفين اللي انا طلعتها دي اهي، دي اللي تطلع وبقت زي الفل اهي اهي. ويا حبايبي بعد ما خلصتها، لان البلح البحر دون بياخد وقت في تنظيفه وغسيله، لازم يتغسل كويس قوي ولازم يتنضف كويس قوي، لان بيبقى فيه حاجه جوه عايزه تتشال، واخد منه وقت جامد قوي على بال ما غسلته. ودي هي الصينيه فيها السمكه البلطي وحواليها بلح البحر اهو زي ما انتم شايفين اهو، والصينيه التانيه برضو كذلك اهي. وده بلح البحر ده هعمله معاكم شوربه. واقول بسم الله. هو حطيت الحله فيها شويه زيت وفيها تومه هتتحمر، وهنزل عليها ببلح البحر. انها تبقى صفرة بس كده، وننزل عليها بقى بلح البحر اهو. بسم الله. بس تقلبتين كده، تقلبتين كده، وانزل على بالميه السخنه اهو زي ما انا قلت لكم. هقلبه تقلبتين اهو، ريحته تحفه 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 تحفه، والثومه ومعاه كده تحفه بجد، تحفه، ريحته خطيره خطيره. طبعا هنزل عليه بس بحاجتين اتنين بس، بالملح والكمون بس. برضه هنعمل الرز اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط البصل فرمته في الكبه. مع الكمون والملح، مع 2 مكعب مرق، هي قلبتها تقلبتين كده لغايه ما تبرد شويه، مع البهارات مع مكعب المرق، وانزل عليهم بالرز اهو. بسم الله. انزل برضه عليهم بالميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى حبايبي هو الرز اهو تمام. وادي الشوربه، شوربه بلح البحر، والصواني السمك في قلب الفرن. ولما اخلص كده هقدم لكم الاكل. وحبايبي هو الاكل خلص. ادي الشوربه هي الشوربه، وادي الرز القمر ده تحفه تحفه بجد، وريحته تحفه. ودي صينيه البولك هي ببلح البحر، على فكره تحفه وشكلها تحفه، يمكن الكاميرا ظلماها بجد، حاجه كده تحفه تحفه بجد. المنظر والقش، ريحتها مش قادره اوصفها بجد، ريحتها تحفه تحفه تحفه. وطبعا اللي عايز بقى يشرب الشوربه بالرز وياكل السمكه بصوا يعني اكله تحفه وطعمه قوي 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 قوي. واتمنى كده اللي انا بقدمه يعجبكم، وارجو بقى اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات دمياطيه.
والف هنا وشفا على اللي اكل، والف هنا وشفا على اللي شاف. مع السلامه حبايبي.